ضربة جزاء للنادي الاهلي، بداية كده ساخنة للشوط الثاني، وفي الدقيقة الثانية على طول ضربة جزاء. وهنشوف ضربة الجزاء بركات. ما تعودناش ان بركات يكون هو البينالتي شوتر او الخيار الاول في ضربات الجزاء. محمد بركات، محمد بركات سجل هدف فوز النادي الاهلي في مرمى اليوبار الكونغولي في بطولة السوبر. بركات وهدف الاهلي الاول. محمد بركات يتقدم للنادي الاهلي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني. يا محمد بركات، ضربة جزاء خدها بذكاء عماد متعب، واستنى كده داس برجليه شوية ورقص جوه منطقة الجزاء حمزة المسلوسي، ورقصه ودخل جوه المنطقة رغم انه اتطرف بره بعيد عن المرمى، لكن بذكائه كده خد ضربة جزاء. ضربة الجزاء يسدد منها على طول محمد بركات ويتقدم للنادي الاهلي بضربة الجزاء. منذر الكبير بيكلم حكم اللقاء، وحكم بيقول له اقعد بره، اهو بيشاور عليه مش عارف، انما طبعا لا شك انه بيعترض على ضربة الجزاء. وادي حسام البدري اهو ضربة الجزاء. محمد بركات بقول لكم مش معودنا ان هو والله يبقى بيسدد ضربات الجزاء. كان المتخصص زمان شادي محمد في النادي الاهلي، وفاكرين في اخر موسم ليه سجل هدف الفوز بدوري ابطال افريقيا 2008.